لو مضطرين نعمل العيش الفينو في البيت يبقى لازم نعمله بالطريقة دي. خبز فيينا اللي مفيش أطرى منه، مفيد جدا، مغذي جدا. بجد احنا مش كل يوم هنقوم نعمل فينو في البيت، بس لو حبينا ان احنا نعمله مرة او مرتين في الشهر ما نعملوش غير بالطريقة دي. تعالوا مع بعض نشوف عملناه ازاي. مكونات سهلة وبسيطة جدا، هكتبها لكم على الشاشة عشان تاخدوها سكرين شوت. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق مخبوزات او دقيق استخراج 72، كل هذا يؤدي الى نفس الغرض. معايا هنا معلقتين سكر ومعلقة ملح. كمان معايا 120 جرام من المية و120 جرام من اللبن، وممكن ندي كده سيكة واحنا بنعجن لو العجينة نشفت مننا شوية. هنبتدي بقى ان احنا كمان نحط بيضة، البيضة تكون كبيرة، لو البيضة عندك صغير وبلدي حطي بيضتين. معايا هنا كمان معلقة كبيرة من الخميرة، وحاولي تجيبي خميرة كويسة، ولو انتي مش واثقة في الخميرة بتاعتك شغليها الأول في اللبن، واللبن والمية يبقوا دافيين. هنبتدي ان احنا نعجنهم مع بعض لحد ما يتكون العجين كله مع بعض ويلم على بعضه كده.